السلام عليكم. الكل يحب اللازانيا، ونعيد لكم وصفة اللازانيا مرة ثانية، بس لحم دياي مفروم. علبة لازانيا، نحمر البصل ونضيف 1 باكيت معجون طماط، وحط الدياي المسلوق من قبل 4 صدور دياي وفرمتهم، حطيت عليهم فلفل أسود وملح وبهارات، معاهم فصتين ثوم مفروم، وملحت الخلطة. راح أسلق اللازانيا لما تستوي. حطيت بالصينية شوية زيت زيتون، وراح أصف أول طبقة من اللازانيا المسلوقة، شوية فوقها حمسة دياي مفروم. اللي حاب يحط بالخلطة هم مشروم كيفكم، تبي تحطون قفشة جبن معاه كيفكم، تبي تحطون كريمة هم كيفكم. هذه ثاني طبقة من اللازانيا واللحم مفروم. وثالث طبقة لازانيا ولحم مفروم. صبيت 3 علب من الحليب بالأطراف. وهذه آخر طبقة عشان نحط عليها البشاميل. 6 قلاصات حليب، عليهم 6 قفاش كبيرة من الطحين، رشة فلفل أبيض، اللي ما عنده فلفل أبيض يحط أسود عادي. حطيت من بهار الأرض الطبيعة، وربع صغيرة من الزبدة. عقب التحريك صار معي هالقوام الثقيل، وبالفرن حتى يحمر. وعليكم بالعافية.